السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله باذن الله نفتح قراءة برج الاسد، وان شاء الله باذن الله خلال الاسد. قبل ما ندخل في القراءة احب انبه عليكم اللي يعلم الغيب ولله سبحانه وتعالى. النهاردة الخميس 22 فبراير 2024. بتمنى منكم ما تنسوش اللايك، واللي لاول مرة يشوف القناة يشترك في القناة ويفعل كلمة الكل عشان يوصله كل جديد مننا. يلا نسمو ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام ونفتح القراءة. بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله. برج الاسد. برج الاسد بتحسبن كتير يا برج الاسد، قلبك موجوع وبتحسبن بس يعني فوض امرك لله. برج الاسد انت عموما مفوض امرك لله، ولكن بتحسبن وقلبك من جوه مش مرتاح ابدا، قلبك زي اللي بينزف. فطول بالك يا برج الاسد واصبر، وان شاء الله باذن الله راح ربنا ينصرك وراح ربنا يعديك من المحنه دي، لان شايفه ان قلبك موجوع بالفعل. ايه وجع القلب ده كله يا برج الاسد؟ ربنا يستر. ان شاء الله باذن الله يا برج الاسد راح تقابل المناسب، الشخص الصادق اللي هتقابله في حياتك، الشخص اللي انت كل مره بتتخذل فيه وبتتخدع فيه بتتخان دايما يا برج الاسد، او بتتخجل. فان شاء الله باذن الله راح يعني ترتبط بالشخص المناسب. حتى لو انت قلت لي ده انا انفصلت، او انا شخص انفصلت، او طلقت مثلا زوجتي، او انا في انفصال، راح اقول لك ما تقلقش يا برج الاسد، راح والله تاخد اللي يستاهلك ان شاء الله باذن الله. ما تقلقش خالص يا برج الاسد. في حد هنا راح يستجاب لكم اهو، بيستجاب لكم يا برج الاسد. بص امورك راحت يعني بنقول ايه، انا كانت اموري مكركبه قوي، او انا مش عارف ارتب اموري، ولكن امورك راحت تترتب، راحت تتنظم. فما تقلقش خالص يا برج الاسد، راح امورك راحت تتساوى وراحت الامور بتتوازن. لو انت في شخص مثلا كان دايما محسسك ان هو اعلى منك مستوى، اعلى منك مثلا فرق في كل حاجه، حاسس انه محسسك ان هو ايه اعلى منك في المستويات مثلا، او محسسك ان انتوا حد قليل، لا راحت الروس بتتساوى دلوقتي. مفيش حد غالي ورخيص واطي لا، كله بقى مستوية واحدة في الاستواء الواحد يعني. فما تقلقش يا برج الاسد، راح حقك راح يرجع، راح امورك بتتوازن اهو ما شاء الله. ان شاء الله باذن الله راح ترتبط من برج السرطان. انا شايفه ان انت في بينك وبين برج السرطان حب كبير جدا، بتحبوا بعض يا برج الاسد لدرجه ان انتم متمسكين ببعض قوي. وراح في هنا زواج، وراح في زواج من برج الجدي وبرج الثور. فعندكم زواج من برج الثور وبرج الجدي، وعندكم برج القوس برضو، وعندكم ابراج ناريه، وعندك الحمل. انت والحمل في مشكله بينك وبين الحمل دايما دايما، وفي شك، في حته الشك بينك وبين الحمل، برج الحمل. بس في زواج، او في لو كنت حتى في، لا هو مش شايفه في طلاق، هو في زواج هنا، ولو كان في بعد ففي قرب هنا، وهيبقى قرب مسافه بينك وبين برج الحمل. برج القوس تفادى برج القوس، او يعني شايفه في هنا جدال دايما بينك وبين برج القوس، او ما فيش تفاهم بينك وبين برج القوس. شايفه ان التوافق ما بينكم في صعب شويه، صعب، او في طاقه عناد هنا. هل انت اللي عنيد، هل انت اللي عنيده، هل هو او شخص مثلا من برج القوس، امراه الله اعلم، ولكن هنا في طاقه عناد ما بينك وبين الابراج الناريه، خصوصا الاسد. الشك اللي بينك وبين الحمل ده، يعني شايفه ان برج الحمل شاكك فيك قوي، او انت شاكك فيه في امور شك هنا، ما فيش صراحه. حتى هنا برج الاسد دايما في يعني في حته الشك اتجاهك انت برج الاسد، يمكن عشان حب الناس ليك زياده، ممكن يكون كاريزمتك عاليه، فكل الناس بقى طبعا يعني عنها عليك، فممكن يكون الغيره بدات بشك. الغيره يعني بتقلب بشك يا برج الاسد. حاول تتفادى الطاقه دي، اكيد انت فاهمني او فاهماني، او انت شخص فاهمني في الطاقه. في امر هنا راح يتحل، او مشكله راح تتحل هي برج الاسد. ما تقلقش لو في هنا امر هنا معرقل معاك او معطل، او انت امورك معطله شويه، ولكن هنا في حل. وبص ما تقولش اي مشكله وملهاش حل، لا في عندك هنا حل، والحل ده هيكون مريح ليك، وهتكون مبسوط من الحل ده. ولو حد اقترح عليك سؤال او اجابه، او حد اقترح عليك موضوع او حل، او اقترح عليك اي امر ما في اللي انت فيها، ما تقولش لا يا برج الاسد، هو هيكون لصالحك، او الاقتراح ده هيكون مناسب ليك. ما ترفضوش. وفي عرض هو في كذا عرض، بس في عرض يا ريتك ما ترفضوش يا برج الاسد، لان العرض ده مناسب ليك جدا.
وحتى هو لو جينا نقول هو لحد ما انا شايفه ان العرض ده كويس بالنسبه لك، فما ترفضش العرض ده يا برج الاسد، وحاول تركز وفكر، وحاول انك انت تكون يعني فكر شويه. فكر برج الاسد ما بياخدش قرار لما بيكون بيفكر فيه مره واتنين وتلاته. تمسكك بالشخص نفسه اصلا ده تفكير، بعدك عن الشخص فانت بتفكر، خلاص انت اخدت قرار. فقرارك هنا يا برج الاسد قرار مصيري، ففكر قبل ما تاخد القرار ده عشان ما تجيش تندم فيما بعد يا برج الاسد. عندكم هنا دموع الفراق، شكلك بتفرق ناس كتير بتحبهم قوي بالفعل يا برج الاسد، بس الناس دي بتنسحب من حياتك، بتنسحب من حياتك. في هنا دموع الفراق، مش عارفه ليه برج الاسد دايما فرحته متشاله، فرحته ما بتكملش. ان شاء الله والله يا برج الاسد راح تكمل الفرحه، وراح تسعد وراح تتبسط. يعني من جواك هتكون السعاده اللي انت كنت محتاجها، او الراحه النفسيه اللي انا فعلا محتاجها. راحت ان شاء الله باذن الله تكون من اسمكم ونصيبكم الفتره اللي جايه دي يا برج الاسد. هما المقربين ليك يا برج الاسد، الناس القريبه ليك هي اللي بتحقد عليك وبتمن عليك وما بتحبلكش المصلحه. يعني وحد قريب منك او الحد ده امرأة في انت، لو امرأة هي امرأة، راجل هي امرأة برضو، امرأة من العيلة نفسها، من العيلة، هي ما بتحبكوش، بتحقد عليكم. فانت محيطك اصلا او الناس اللي هي المقربين منك اصلا هي سبب اللي انت فيه دلوقتي، سبب الكارثة اللي انت فيها دلوقتي. يعني سبب قلة الفرحة عندك هي المقربين ليك يا برج الاسد. وفي حد هنا راح يتقدم لبرج الاسد، والحد ده هيكون شخص، يعني ممكن تكون انت هتتفاجئي بالشخص ده. تمام، او هتقولي ازاي الشخص ده يعني جه يتقدم لي ازاي، او هو يعرفني ازاي، او هو ايه اللي يخليه ان هو يجي يتقدم لي. ممكن يكون هو مستوى غير مستواكي اصلا، او يعني من مكانه غير من مكانتك، الله اعلم. بس انت هتتفاجئ او هتندهشي من رد فعله، او هتندهشي ان هو جاي يتقدم بصوره يعني بصي، يعني ايه، جاي كده على طول جاي يرتبط، وانت هتتفاجئي. يعني في مفاجأة هنا بس اتجاه شخص راح يتجوزكم او يرتبط بيكم. انت هتتحط في خانة الاختيار او الحيرة، هتبقى محتارة جدا الفترة اللي جاية، فحاولي تركزي يا امراض برج الاسد، لان انت من الواضح ان في عيون كتير عليك والاعجاب كتير، فانت هتبقي في حيرة كبيرة من امرك. في هنا امرأة بتتاجر هنا، والتجارة شطارة وما شاء الله عليكم هنا. يعني لكم كاريزما حلوة، لكم كاريزما حلوة هنا يا برج الأسد. وحتى وانت بتتاجر بعقل. تمام، فما شاء الله عليكم، ربنا يرزقكم من فضله. امرأة معجبة بشخص، يعني انت بانية حياتك عليه، ولكن الشخص ده هو فاهم وعارف انك انت عايزاه قد ايه، ولكن هو يعني بيتقل عليك او بيعمل لك استبعاد انك انت يعني ايه، خلينا اصحاب، خلينا اصدقاء، خلينا اخوات. ولكن هو عارف انك انت بتحبيه حاجه زي كده وحابه الارتباط معاه، ولكن هو بيعمل لك استبعاد. انا بقول لك اعملي له استبعاد انت كمان يا برج الاسد. يعني اي شخص في حياتكم يا جماعه يكون هو مش مقدركم او مش مديكوا تبادل مشاعر، او هو يعني يعني عارف انت عايز ايه منه، او عارف ان انت مثلا قد ايه بتحبه، يعني يبقى تقلان عليك او بيستهبل عليك زي ما بنقول، لا خلاص مع السلامة. يعني صح ولا انا شايفة ان انتوا بتعلقوا نفسكم بحاجات مش موجودة في حياة برج الاسد. فحاول يا برج الاسد ركز في الطاقة ديت، وحاول يعني تبادلوا بنفس الاحساس او بنفس المشاعر. وانا دايما ما بفضلش حاجة اسمها اصدقاء او صحاب يعني بين الرجل والامرأة. ممكن من كتر الصحاب ابقى يعني انا حبيته مثلا، هو حبيني وانا كنت بشوفه صديق او صديقه، لا انا بقول الصداقه دي بتكون يعني بنت البنت، ولد لولد. خلاص اذا انا اتعرفت على شخص، فانا هتعرف بناء عن ايه صديق؟ لا ما ينفعش يعني. فبنفرض ان الصداقه دي قلبت بحب، طبعا يجي يقول لك لا كانت في صداقه من قبل، ده مش عارف ايه. انا ما بؤمنش بحاجه زي كده. انا بكلم الشخص ده فانا بحدد علاقتي معاه، طب انا في ارتباط او انا لا خلاص مش قابله ان انا اتكلم معاك، او ان انا حياتي مش متاحه ان انا اتعرف بيك يعني. فمن هنا بتحددوا مصيركم يا جماعه، وده يمكن سبب الحياه اللي بتاعكم اللي بتفشل في العلاقات نفسها، علاقه الحب او الارتباط، او شخص يدخل ويخرج. فانتوا بني ادمين، مش مكانه ولا غرفه نوم ولا كرسي ولا اوضه سفره ولا صالون ولا، لا انت شخص فاهم. الحاجات دي بتأثر على النفسية نفسها، بتأثر عليكوا انتوا. فحاول انك تركز يا برج الاسد اكتر من كده، ما تخليكش تسيب ده وتسيب ده وترجع لده. مش قصدي ان انت يعني
متعدد العلاقات، ولكن هي حياتكم كده شخص بيعجب بيكم ويدخل حياتكم، ولكن بياخد مساحة كبيرة قوي معاكم، بعد كده بيحس ان هو خلاص بينسحب. ده بيدل عليك انت، ده طباعك انت. فحاول يا برج الاسد تكون مركز في حاجة زي كده، خصوصا الامرأة هنا. بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله. هنا برج الاسد متمسك بحد قوي، متمسك بحد، وفي هنا حب من طرفين وفي هنا حب من طرف واحد. فبرج الاسد هنا بيحب حد من طرف واحد، انت بتحب حد والشخص التاني ده لا مبالاة من يمة الحب. فيمكن دي الطاقة اللي انا فتحتها من قبل وكنت بحذركم منها. خليك حريص واحذر من اي شخص يدخل حياتكم الفترة اللي جاية دي يا برج الاسد، لان انت من الواضح انك بتتوجع كتير في العلاقات. شايفة في نجاح هنا، راح ينجح برج الاسد وراح هيثبت وجوده. هتثبت وجودك يا برج الاسد في مكانة انت بتحبها قوي، راح هتثبت وجودكم وقريب جدا في حوالة بنكية او في فلوس جايلكم من على طريق بنك اهوت، هتستلمها على دفعتين، وفي دفعة خاصة بيك هيكون مبلغ من 50-60 ألف جنيه. تمام، في 50-60 ألف جنيه راح تستلمهم من على طريق البنك يا برج الأسد وقريب جدا. هم خلال شهرين على فكرة، خلال شهرين راح تستلم مبلغ من المال كبير. يعني المبلغ ده يخصك، يخص عملك انت، شغلك حاجة انت يعني كسبت فيها ربحت فيها، فهي حاجة هتجيلك خصوص كده. وفي هنا جلسة وفي حكم هنا وفي احكام على فكرة عند برج الاسد، بس الاحكام دي راح تنزل، او القضايا دي بدأت تسقط، او مدتها مثلا كانت 2-3 فالقواضي دي بدأت تنزل اهي، والحكم بدأ يسقط على برج الاسد. تمام، في هنا رجوع هنا عند برج الاسد، لان هنا اسد لاسد على فكرة برضو. هنا رجوع برج الاسد راح يرجع لحد بيحبه قوي، بيحبه قوي قوي قوي، هو توأم الروح ليه. ففي رجوع هنا لبرج الاسد. هنيئا عليك يا برج الاسد، والله هنيئا عليك، انت كنت تستاهل الفرحة دي وكنت تستاهل الخير ده من فترة. ان شاء الله باذن الله لما ربنا اراد، ربنا يعني اداك على قد نيتك يا برج الاسد والله. مرزق هنا برج الاسد على فكرة، لانه اللي في ايده مش له، واللي بيسيب برج الاسد راح بيندم عليه، لانه هو كريم بالفعل، حد كريم، شخصية كويسة، شخصية اعتمد عليها. فهنا برج الاسد اللي بيسيبه حتى بيندم عليه. لو في حبيب او في شخص من قبل بعد عنكم، صدقوني ان هو راح يرجع تاني ويكون ندمان، لان في شخص هنا هو بحرف الميم على فكرة. الشخص ده راح يرجع لبرج الاسد وراح ندمان، وراح شايل حاجة على ايده، يعني راح يقدم اعتذاره وراح يشيل زي هدية او كده. فجاي بقى بصوا بكل الخير، يعني ممكن يكون شخص من قبل كان خطوبة او حب وفي يعني بعدوا عن بعض، ولكن الشخص ده راح يتقدم تاني وراح يرجع تاني ليك يا برج الاسد. ربنا يصلح حالكم يا رب ويوفقكم ويسعد كل البنات يا رب، ويرزقكم كل يعني اللي بتتمنوه يا رب، ويرزقكم بكل ما بتتمنوه يا رب. اكتفي بالقراءة، وان شاء الله باذن الله لو ما انطبقش على القراءة ينطبق عليه الفيديو القادم ان شاء الله باذن الله. واشوفكم على فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.